قراصة بالعسل والسمنة، على قدر ما الأكلة بسيطة بس طعمها لذيذ جدا ورهيبة، خاصة لو كان العسل أصلي والسمنة سمحة، حتطلع معانا رهيبة جدا. طريقتها سهلة وبسيطة وطعمها حلو. يلا نشوف طريقة تحضيرها. أول حاجة حنجهز للعجين بتاع القراصة. أنا هنا عندي 3 كاسات كبيرة من الدقيق، دقيق عادي أبيض، تقدروا تغيروا الكمية زي ما انتوا عايزين. ضفت لها ملعقة كبيرة من الخميرة، ونص الملعقة بيكنج باودر، ونصها ملح. هنخلط المكونات الجافة دي مع بعض كلها. بعد كده هنضيف الموية، هضيف 4 كاسات كبيرة من الموية بالتدريج، وأقلب العجين مع بعض. هقلب العجين كويس لغاية ما يدوب معايا كل الدقيق وتدوب معايا كل التكتلات. أنا بحب العجين بتاع القراصة يكون خفيف عشان تطلع معايا هي كمان خفيفة وطرية، ما تكون كده تقيلة في الأكل. فكده العجين بتاع القراصة بتاعي كده أنا بالنسبة لي كويس جدا، خفيف. بعدين بعد يختمر بيتقل براهو. هنغطيه ونخليه ساعة في مكان دافئ لغاية ما يختمر معايا. بعد ما عدت الساعة ما شاء الله تبارك الله العجين اختمر كويس. بعد كده هنقلبه شوية نطلع منه الهواء، شايفين قوامه ممتاز جدا. هنطلع منه الهواء وكده جاهز عشان يتعمل في النار. الطوة بتاعتنا هنمسحها بسمنة، هو طبعا ممكن بالزيت بس انا هنا هستعمل السمنة عشان تطلع معايا القراصة رهيبة. همسحها بشوية سمنة، وبعد كده هنزل بشوية شوية من العجين بتاع القراصة وافرده على الطوة بتاعتي. طريقة سهلة وسريعة، كلنا طبعا بنعرف نعمل القراصة. هنفرده وننتظر دقيقتين او دقيقة ونص كده لغاية ما يتأكد انها اتحمرت من تحت. نتأكد كده انها اتحمرت، بعد كده نقلبها وننتظر كمان تتحمر من تحت. ما هتاخد معايا وقت، هتتحمر معانا بسرعة. اتأكدنا انها بالجهتين اتحمرت، بعد كده نطلعها. اهم حاجة انه بعد ما نطلعها نغطيها عشان تطلع معايا بعدين لينة وطرية. وبس كده، ما باقي الا نديها شوية العسل، وانا قاعدة اديها رشة بتاعت سكر بودرة من فوق برضو، وقطع من السمنة كمان. وبس كده الفيديو بتاعنا انتهى. مع السلامة، في امان الله.